جيت قلت لك ان الخلطه بتاعت النهارده اقوى من باور اللي بتشتريه من بره بمبلغ وقدره، مش هتصدقيني. الخلطه بتاعت النهارده خلطه كده عباره عن حاجه قوه جباره في ازاله الدهون، بتعمليها بايديكي في البيت وامكانياتها بسيطه جدا. ده غير انك بتعمليها بكميه وبتقعد معاكي فتره طويله لو حابه انك تخليها لاوقات تانية. وما شاء الله يا بنات قوتها على الدهون حاجه كده تحفه بجد. النهارده ان شاء الله في الفيديو هقولك ازاي تعملي باور معاكي في البيت بايديكي، وما شاء الله هيخلي المطبخ بتاعك من فوق لتحت فله كده. النهارده كنت بعمل تنظيف عميق للمطبخ وحبيت ان انا اشارك الفيديو معاكم، وما شاء الله اللهم بارك التنظيف بقى جاي من فوق لتحت. وعايزه اقولك اللي ساعدني في كل ده الباور اللي انا عملته النهارده، انا بسميه باور بتاعي بقى، باور اللي انا عملته بايديا. اللهم بارك حاجه كده قمر. النهارده لو عملتيه بنفس الطريقه انا اضمن لك ان مطبخك فل شمعه منوره من غير دهون، ولا في المطبخ كله هنشوف كده كل الحاجات اللي احنا عملناها في الفيديو واحده واحده. قبل ما ندخل بس على الفيديو كده وتفاصيله، تعالي سمي الله كده وصلي على رسولنا الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اتحداكي بقى تروحي تجيبي باور، واللي هو بيبقى غلط على نفسك، وطبعا الدنيا بتبقى بايظه شويه، وممكن تاخدي عبوه وممكن تاخدي عبوتين. ده غير تكلفته، ده غير ان هو اصلا الاستنشاق بتاعه بيبقى متعب شويه. فعايزه اقول لك بقى لا، ما تعمليش الكلام ده كله ولا تشتريه من بره. تعالي النهارده اعمليه في البيت وكميه حلوه، وهتكفي لك مطبخك كله مهما كانت دهونه قد كده. اللهم بارك يا بنات حاجه كده قمر. انا دايما لما بعمل تنظيف عميق للمطبخ بلجأ على طول للوصفة بتاعتي اللي أنا معتمداها في مطبخي. تعالي نشوفها إيه هي الأول واحدة واحدة كده نسمي الله. أول حاجة بجيب لتر من المية عندي في بولة، بشتغل في البولة دي دايما في المنظفات اللي أنا بعملها أو في الخلطات. تمام. بتخلي حاجة كده مثبتاها عندك للخلطات اللي انت بتعمليها. بتجيبي ايه كمان؟ بتجيبي معلقتين كبار كده حلوين هرميين من صودا الكاوية. الصودا الكاوية اللي هي البوتاس، اللي هي الديبوشار، اللي هي حجر تسليك المجاري، كل دي اسماء للصودا الكاوية. تمام. بدوبهم كويس جدا الاول في لتر الميه ده. هتقولي لي انا عايزه لتر ميه، اللتر ده انا عايزه اقول لك لتر الميه اللي احنا شغالين بيه ده هيشطب لك المطبخ من فوق لتحت، مهما كانت دهون المطبخ عندك قويه، ومهما كانت الدهون دي شديده او في المطبخ كله. هنحط ايه كمان؟ نحط كوبايه من صابون سائل المواعين. صابون سائل المواعين اللي بتستخدميه بتغسلي بيه المواعين، كوبايه واحده بس اللي هي 200 جرام. معايا كمان معلقه من ملح الليمون، ومعايا كمان معلقه من بيكربونات الصوديوم لسه هحطها دلوقتي. وعايزه اقول لك دوبي بقى المكونات دي كلها مع بعض. تمام. لغايه دلوقتي احنا حطينا الصودا الكاويه، حطينا البوتاس اللي هو البوتاس قصدي حطيناه. تمام. وحطينا كوبايه من سائل تنظيف المواعين، ومعلقه من ملح الليمون، ومعلقه من بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو. وقلبي المكونات دي كلها مع بعض. هتحطي حاجه تاني؟ لسه في مكون كمان هحطه، وده برضو اللي هيديني قوه جباره كمان للخلطه بتاعتي النهارده. انا عايزه اقول لك بقى بصي، عايزه اقول لك فرتكي فرتكي المطبخ تنظيف ما شاء الله. يعني عايزه اقول لك هي خلطه الفرتكه كده، بتفرتك الدهون جوه المطبخ. حطيت 3 معالق من مسحوق الغساله العاديه. 3 معالق من مسحوق الغسالة العادية، دوبيهم كمان مع الخلطة بتاعتنا النهاردة. عايزة بقى تحطيهم في ازازة وتستعمليها تمام، مش عايزة زي ما انت كده واستعملي منها براحتك. انا بوريكي بقى هنا الدهون اللي موجودة تحت البوتاجاز. هنا كانت في وحدة جنب البوتاجاز فشلتها خالص، طلعتها وخرجتها بره. وطبعا انا هنا بستعين بحد معايا بيشد معايا ويحط معايا، عشان الحاجات دي طبعا بتكون تقيلة شوية. بتقفلي الغاز تماما لما بتكوني طبعا بتخرجي البوتاجاز من المنطقة بتاعته. لو عندك زي حالاتي كده طبعا بقفل الغاز الاول. وفي وحده تانية طبعا بالجرار دي، والجرار دي بتبقى مشكله كبيره جدا لما بتكون موجوده جنب البوتاجاز. بتحسي كده مخنوق لك الدنيا يا زي حالاتي كده بتكون الموضوع صعب شويه في التنظيف. بتجيبي بقى تحت البوتاجاز كده تكنسي الاول الشوايب اللي هي بتبقى فوق الدهون الموجوده، زي ما حضرتك شايفه كده الخط الاسود ده دهون طبعا، دي البواقي اللي بتنزل تحت البوتاجاز. عايزه اقول لك دي بنشيلها الاول، عشان احنا لما بنيجي ننضف الدهون بقى بننضف كده ايه على نظافه زي ما بيقولوا كده. الخط الاسود الموجود ده عندك دي كلها دهون. بصي ظهر البوتاجاز برضو فيه نسبة حلوة قوي برضو من الدهون زي ما حضرتك شايفه. واللي قدامك ده صدى طبعا مكان المية اللي احنا بنستعملها، دي كانت خطأ مني في الاستعمال يعني. فطبعا دي بتنزل غصب عني وانا بنضف البوتاجاز والكلام ده كله. تمام. هاتي بقى الخلطة بتاعتك القمر اللي احنا عملناها دي، وابدأي رشيها بقى، رشيها على كل حتة عندك في المطبخ فيها دهون. طبعا انا عندي هنا الالمونتال في جرار جنب البوتاجاز، وعايزه اقول لك نسبه الدهون اللي شايلها بشعه. يعني انا عايزه اقول لك والله العظيم ما باينه خالص في الكاميرا كمان. ده انا لو وريتهولك اصلا في الطبيعي يعني انت هتقولي ازاي ان الخلطه دي تشيلها. يعني صعبه جدا كمان.
طيب هتيجي تسأليني هنا الخلطة دي تنفع لإيه بالظبط بقى في المطبخ بتاعنا؟ هقول لك تنفع لكل حاجة في المطبخ. الألمونتال زي ما حضرتك شايفة كده بتعامل معاه بيه عادي جدا، وبتنضفه لي زي الفل، مفيش أي ضرر منه على الألمونتال. وهنا يا بنات في فرق بين الألمونتال والخشمونيوم، اللي في ناس كتيرة جدا بتقول لي برضو، بتدخل لي تعليقات تنفع للخشمونيوم أو الخشب. لا، دي استعمال ودي استعمال. طبعا انا هنا بستعمله للألمونتال. الخشب لا طبعا ما ينفعش خالص استعمله الا اذا كان مسح على الخفيف كده، وبترجعي تمسحيه بفوطه تانية وتشطفيه. زي ما حضرتك شايفه كده اللهم بارك، بيشيل الدهون يعني عايزه اقول لك بكل سهوله. يعني انا دوبك برشه كده، وانا عشان طبعا فيها طبع الاستعجال شويه فبحب انضف على طول، يعني ما بحبش استنى على حاجه يعني. فبرش وتلاقيني بدعك وبشيل على طول. تمام. الجرار ده انا عايزه اقول لك من الحاجات اللي تعبتني جدا في تنظيفها، لان المكان ضيق في المنطقه دي. فطبعا عشان تشيليها محتاجه انت منظف بقى يساعدك في الموضوع ده. يعني هنا بيرجع بقى التنظيف للمنظف يكون قوي معاكي عشان يساعدك قوي ان انت تنجزي المناطق دي بسرعه، ويكون ينجزها لك بنظافه بقى، مش اللي هو ايه هتسيبي حته او ممكن حته تكون صعبه عليكي ما عرفتيش تطلعيها. انا هنا بوريكي حتى الالمونتال اللهم بارك مسحته بيه، يعني ما شاء الله يا بنات في كل حاجه. طب ايه كمان انا عايزه اقول لك البوتاجاز بتاعك بقى. البوتاجاز بتاعك لو انت عندك البوتاجاز بتاعك مليان دهون وكتل دهون، هيشطب لك على كل القرف بتاع البوتاجازات بقى الموجوده يعني في الاجناب. انا عندي البوتاجاز في الجنب بقى لما جيت طلعته، عايزه اقول لك كانت برده في نسبه من الدهون زي ما حضرتك شايفه كده. بدات اجيب الخلطه بتاعتنا والسبونشه بتاعتي بحته سلكه كده، ودعاكي بقى الجناب. مش قادره اقول لك على الجمال، مش قادره اقول لك انت لو سبتي الخلطه دي شويه بس على الدهون بتعمل فيها ايه، بتنسفها نسف. وبعد ما تخلصي ظهر البوتاجاز بتحسي انه بقى زي المرايه كده قدام عينيكي. طبعا ده الحته الجنب اللي هو ورا البوتاجاز زي ما انت شايفه كده، يعني عايزه اقول لك ان هو ما شاء الله بقى زي الفل، بيبرق كده حرفيا. والخط اللي كان موجود اسود كده فيه دهون ده اتشال تماما بمجرد ان انا رشيتها عليه. طبعا الحيطه او الظهر اللي موجود ورا البوتاجاز ده بيبقى من اكتر المناطق اللي ممكن تلاقي فيها دهون برضو نتيجه الطبخ والكلام ده كله، وما بتعرفيش توصلي له. يعني المهم ان انت المنطقه دي في الغالب اكترنا طبعا ورا البوتاجاز ده بيبقى عايز قصه، يعني ان انت تطلعي البوتاجاز وتدعكي انا عايزه اقول لك برضو الخلطه دي هتساعدك جدا، ومساعده قويه جدا ان هي تطلعها لك بكل سهوله. طبعا زي ما قلت لك في البدايه برضو الالمونتال مفيش اي خوف منه عليه. انا طبعا الوحده اللي كنت مطلعاها جنب البوتاجاز زي ما انت شايفه كده هي ألمونتال طبعا. وبصي زي ما انت شايفه كده غسلتها تماما بالخلطه دي وخليتها زي الفل اللهم بارك. طبعا الجنب ده اللي ناحيه البوتاجاز فبرضه بيبقى فيه كتل دهنيه، حتى الادراج من جوه عايزه اقول لك ما سبتهاش. النهارده انا عامله تنظيف عميق للمطبخ، فيعني ما شاء الله عايزه اقول لك جايباه من فوق لتحت كده بيبرق، يعني مش اللي هو بقى يعني في حته وحته، لا انا جايباه كله باللتر اللي احنا عملناه ده، لتر الميه عليه الكوبايه بتاعه الصابون يعني. والمكونات اللي احنا حاطينها خلت المطبخ حرفيا من فوق لتحت بيبرق. انا بقى ما كانش فيه اي بقى لازمه ان انا اروح اجيب الباور. وطبعا غلط على النفس، طول ما انا كنت بجيب الباور ده كنت دايما البس الكمامه وانا شغاله بيه، وكان فعلا من الحاجات اللي بتتعب لي فعلا صدري لما بشمه. فطبعا كان وحش جدا جدا، انا ما بحبوش ابدا باور اللي بيتباع بره ده. طبعا عندك هنا ظهر التلاجة من فوق بيبقى برضو فيه نسبة من الدهون زي ما حضرتك شفتي كده، بتشيلها تماما. انا يا دوبك بس بله الفوطة من الخلطة دي، يعتبر الفوطة هنا غمساها كده في الخلطة بتاعتنا ومسحت بيها، ما عملتش اكتر من كده. وترجعي تاني بتشطفي الفوطة برضو وتمسحي مسحة تانية، لانك انت ما ينفعش تماما ان انت تسيبي الخلطة دي موجودة على اي سطح. دايما لما بمسح بيها ايا كان يعني الارضية او الحيطان او البوتاجاز او اي حاجة، بغسل الفوطة اشطفها وارجع تاني امسح تاني اديها مسحة تانية. فما شاء الله بتخلي المطبخ عندك يا بنات تحفة. والمطبخ بقى اهم حاجة فيه عايزة اقولك من الحاجات الغلسة جدا في المطبخ هو الشباك. زي ما انت شايفة كده برضو بالفوطة، يعني انا ما جبتش بقى سبونشة ولا ليفة، ده انا بالفوطة وبلاها من الخلطة دي. وبصي المنظر عامل ازاي. يعني بصراحة ربنا الخلطة تحفة، والفوطة تبين لك كل يعني كل السهولة بتاعتها قد ايه. ما بالك بقى انا لو ماسكة فرشة ولا ماسكة مثلا سبونشة هتخليها لك زي الفل. وفي اخت من الاخوات قالت لي نقول للمتابعين الجمال الحلوين، انا مش بقول عليكم متابعين، انا بقول عليكم احلى اخوات في الدنيا، ربنا يخليكم ليا ويحفظكم ليا يا رب. ان طبعا نلبس الجلافز بتاعنا لو اي حد من البنات او اخواتي البنات عندهم تحسس من المواد الكيماويه او مثلا من الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها، فتلبس الجلافز افضل لها.
تمام. فانا طبعا حبيت انوه التنويه ده لاني قلت لها من عيوني الاتنين. هقول لاخواتي كلهم اي واحده عندها تحسس في ايديها او حساسيه يعني، تلبس الجلافز وهي شغاله في التنظيفات بتاعه المطبخ لو حابه ان انت تعملي الخلطه دي. تمام. زي ما بوريكي بقى، بصي السلك روح عامل زي الفل، اللهم بارك. اللون بتاع الالومنيا بتاع السلك باين كده، اللي هو كان اسود ونطق لونه تاني من اول وجديد. بسم الله ما شاء الله يعني. اللهم بارك. خلطة بنات تحفة يعني. أنا مش عايزة أشكر فيها كتير، ولكن أنا بديكي الوصفات بتاعتها كلها عشان تبقى الصورة قدامك كاملة. وزي ما قلت لك ما ينفعش في الخشب غير لما تكوني بس زي ما أنا هعمل كده مثلا بالفوطة، همسح بيها بس مسح خفيف كده، وارجع اشطف الفوطة واخدها تاني بمسحة تانية بمية نظيفة. بصي السلك عمل ازاي، اللهم بارك، بقى تحفة كده، تحفة التحفة بنات. والحيطان كمان. شوفي بقى مطبخنا وجماله بعد ما شطبناه كله تماما، اللهم بارك. النظافة 10/10، من البوتاجاز من فوق لتحت للرخام. المهم ان الموضوع ده مفيهوش اي دهون بقى، يعني احنا بننضف احيانا كده من على الوش لكن في دهون، لكن دلوقتي مفيش اي دهون خالص. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وخفيف على قلوبكم، واترككم فيه سعادة وامن من الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.